السلام عليكم ورحمة الله. جميل قوي عتاب الله عز وجل لعبده عندما يقول: عبدي مرضت ولم تعدني. فيقول العبد مستعجبا: ربي سبحانك، كيف أعيدك وأنت رب العالمين؟ سبحان الله، إزاي أعيدك يا رب وأنت رب السماوات والأرض، بيدك كل شيء، أنا يا عبد يا فقير اللي هأعيدك؟ فيما معنى اندهاش العبد، يعني عبدي مرضت ولم تعدني، ولم تعدني يعني لم تزورني، ازاي اعيدك يا ربي سبحانك؟ يقول له: عبدي فلان مرض ولم تزره، ان كنت زرته لوجدتني بجواره. سبحان الله. الحديث رواه مسلم، رواه مسلم وأبي هريرة رواه هذا الحديث. ويكفي المريض تصبرا وصبرا وفخرا إن الله عز وجل يحبه حبا جما، وإن لم يكن يحبك الله حبا كثيرا ما ترك عرشه المجيد سبحانه وتعالى وكان بجوار فراشك. يعني نتدبر في هذا المعنى. الأم أكتر حد بيحب الإنسان مين؟ أمه، أبوه. الأم المرتبة الأولى طبعا لرقة مشاعر الست، يعني والحبها الجامد قوي لابنها. فربنا يعافي ولادنا يا رب، ونسأل الله العفو والعافية في كل الأمور. بس أكتر حد بيحبك هي أمك. هل أمك هتترك كل حياتها وانشغالاتها وشغلها، كانت مثلا موظفة، وتكون قائمة بجوار سريرك ليل ونهار؟ الله عز وجل يحب العبد أكثر من حب الأم لابنها. فسبحان الله، إله يحبك هذا الحب ويحبك أنت كمان هذا الحب، وإحنا بنعصيه وبنريه منا ما يكره. وهو في إيده كل شيء، في إيده سبحانه وتعالى أن يمنعنا بابتلاءات، بأمراض، بحاجات كتير. فإحنا ليه لا نرجع إلى الله، نتدبر بس حب الله لنا عز وجل، ان بيكون بجوارنا واحنا مرضى. فالانسان اللي عنده ابتلاء، ربنا يرفع عنا جميعا، يصبر على الابتلاء ويصبر على المرض ويستشعر ان ده من الله عز وجل، رفعة لدرجاته او تكفيرا لذنوبه، وربنا يغفر لنا جميعا ويعلو درجاتنا في الدنيا والآخرة.